سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة لينا حقيقة مسلمة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل الكرام، ولكن فعلا صدق كلامه، لأنه حتى قبل وفاته ظهر الكثير من اللي ادعوا النبوة، زي طليحة بن خويلد الأسدي والأسود العنسي ولقيط بن مالك الأسدي، وأشهرهم طبعا مسيلمة الكذاب. ولكن دول وحتى لو كان ليهم بعض المصدقين إلا أنه ظهر كذبهم في وقت بسيط، وساهم في كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لسه حي، ونبوته ورسالته يشهد عليها كل عقل واعي. لكن السنين مرت ومات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن وقتها وكل شوية نسمع عن شخص ظهر ادعى النبوة، وأمثلتهم كتير، ولكن أشهرهم هو بطل القصة النهاردة، لأنه مش بس قال إنه نبي مرسل، ده كمان قال إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نفسه توفى ولكن بجسده بس، أما روحه فحضرت فيه هو. وطبعا ده كان تصريح غريب، لكن الأغرب إنه ما جاش من شخص جاهل ولا مجنون، ده كان عاقل ومتعلم وطبيب بشري كمان. يا ترى مين الشخص ده؟ ومنين جه كلامه الغريب؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة عن مدعي النبوة صلاح بريقع أو الشيخ شعيشع زي ما كانوا بينادوه. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. اتولد صلاح بريقع أو الشيخ شعيشع في شهر نوفمبر سنة 1922 في اسكندرية، في أسرة فقيرة جدا. اتوفى والده في سن صغير، وده خلاه يشتغل وهو طفل عشان يوفر لأهله قوت يومهم، وفعلا ينجح في الجامعة بين الشغل والدراسة اللي كان كمان متفوق فيها. وبرغم كده إلا إنه كان معروف عنه من صغره إن شخصيته غريبة ومثيرة للجدل، كان دايما يعمل مشاكل مع أصحابه ومدرسينه في المدرسة، ده غير إنه فعلا ما كانش بيعجبه أي حاجة ولازم يستهزأ بكل حاجة. المهم خلص صلاح المدرسة والتحق بكلية الطب اللي كمان كان متفوق فيها، وكان ممكن يتعين معيد، لكن طريقته ولسانه وتنمره منعته من إنه ينال الوظيفة دي. اتخرج صلاح من الجامعة وتعين طبيب في الصحة المدرسية، ولكن طبعا بالنسبة له إيه الوظيفة دي حتى ما تلقش بيه ولا بقدراته، فعشان كده استقال وقرر يفتح عيادة خاصة بيه في حي محرم بيك في اسكندرية، ومارس فيها العمل كطبيب بطنة. شوية ولقى الموضوع مش جايب همه، راح مغير تخصص العيادة لعيادة أمراض نساء وتوليد. وعلى فكرة ده ما كانش صح قانونا، بس هو ده اللي حصل، لأن شعيشع كان عاوز أسهل وأسرع طرق يجمع بيها الفلوس، لدرجة إنه بعد مرور كام سنة اتخصص صلاح في عمليات الإجهاض وسموه ملك الإجهاض. وطبعا بالنشاط المشبوه ده بدأت الفلوس تجري في إيده. وفي الفترة دي كان بيعيش صلاح قصة حب مع جارته، فاتجوزها وخلف منها ولد وبنت. طيب كل دي قصة عادية لطالب مشاكس وطبيب بدون مبادئ كل همه جمع الفلوس. فين بقى نقطة التحول في شخصيته وبداية ادعاء النبوة؟ قالك يا سيدي إن في أوائل الستينات وفي يوم من الأيام كان صلاح بيصلح عربيته في ورشة ميكانيكا، وخلال دردشة بينه وبين الميكانيكي حكاله حكايته مع واحد اسمه الشيخ محمد اللي كان بيحضر الجن وليه كرامات. ولما سمع صلاح الحكاية قال للميكانيكي إن اللي بيقوله بيعمله الشيخ محمد ده مش أكتر من كذب ونصب. وهنا رد الميكانيكي وقال لصلاح: طب تعالى معايا بقى وجيب لي من الشيخ محمد ال7 جنيه تمن الحجاب اللي أخدته منه. وافق صلاح وراح مع الميكانيكي لحي كرموز اللي فيه بيت الشيخ محمد. وفي الطريق سمع شعيشة حكايات وروايات عن الشيخ محمد، وتعصب جدا من كمية النصب اللي عمال يسمعه من الميكانيكي. فأول ما وصلوا لبيت الشيخ محمد دخل عليه وقال له: اديني 7 جنيه يا نصاب بتوع الحجاب اللي عملته للراجل، وكفاك نصب على الناس. فرد عليه الشيخ وقال له: هديلك 7 جنيه لكن انت هتدفع لي 10. فقال له صلاح: ازاي يا جدع انت الكلام ده؟ وهنا رد الشيخ محمد وقال: الكتاب اللي انا ماسكه في ايدي ده فيه 15 صفحة مكتوب فيها حكايتك وحكاية زوجتك. استغرب صلاح ورد وقال: اتحداك ان تكون كلمة واحدة من الكتاب ده صح. فراح الشيخ محمد اداله الكتاب وقال له: وانا قبلت التحدي. مسك صلاح الكتاب وبدأ يقرأ صفحاته، وظهرت على وشه علامات الدهشة. أصل كل كلمة في الكتاب كانت بتتكلم عن الدكتور صلاح وزوجته، حتى إن اسم زوجته وأولاده كانت مكتوبة في الكتاب. وطبعا من وقتها آمن شعيشع بقدرات الشيخ محمد، وبدأ يهتم بعالم الجن ويبحث فيه. مرت 5 سنين قضاهم صلاح بيبحث في كتب الجن، وبعدها انضم للطريقة الشاذولية، ومن الوقت ده بدأت شخصيته تتغير 180 درجة. ومن هنا بدأت مرحلة مختلفة من حياة صلاح
اهتم فيها بتحضير الأرواح والجن، ودور عن أي شخص بيحضر جن وصاحبه عشان يتعلم منه. بعدها اتجه للصوفية وعمل طريقة خاصة بيه، وبدأ يدعو الناس لطريقته ويروج ليها. وفعلا صدقوا بعض الناس، إلا إنهم ما بقوش معاه كتير، فترة صغيرة والكل سابه. وبعد فترة الناس أطلقت عليه اسم الشيخ شعيشع، واستمر في شغله في عمليات الإجهاض. وكان كل اللي بيجيله العيادة ستات عايزة تتخلص من حمل حلال أو حرام، والستات كانت دايما بتشتكي من سلوكه الغير أخلاقي معاهم. واستمر الحال ده 5 سنين تانية، بقت فيهم سمعته سيئة جدا بسبب اتهامه في 5 قضايا إجهاض غير مشروعة. فطبعا كان لازم يغير النشاط. هتعمل ايه المرة دي يا عم صلاح؟ خرج صلاح شعيشة على الناس وقال لهم: أنا رسول الله. لا، ومش أي رسول، ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات بجسمه، أما روحه فموجودة في أنا، وأنا حبيب الله وعالم أسرار الدنيا والآخرة والغيب. ده حتى زوجته دخل عليها وقال لها: أنا رسول الله وأنت أم المؤمنين. وطبعا الست استغربت ورفضت جنانه ده تماما، وكترت بينهم المشاكل اللي انتهت بالطلاق. وبدأ شعيشع يدعي أهالي محرم بيك للإيمان بيه، واستغل إن الحي كان فيه تيارات دينية مختلفة ممكن تغير آرائها بدعوته. وفي الأول بدأ ينشر الدعوة بين أهله وأصحابه، وبدأ يبشر اللي دخلوا دعوته بالجنة، لأن كل المعاصي اللي عملوها اتشطبت ورجعوا كأنهم لسه مولودين بمجرد بس إيمانهم بيه. وما اكتفاش شعيشع بكده، ده بدأ كمان يفسر القرآن على مزاجه، ويقول أحكام وتعليم على هواه. أباح كل شيء لنفسه من أفعال محرمة وتبادل زوجات وكل المحرمات، وحتى أنه أباحها لأتباعه من بعده. وعمل طريقة صوفية جديدة أطلق عليها اسم الطريقة الصلاحية الشاذلية الزينية المحمدية. أما عن فتاويه فحدث ولا حرج، كانت غريبة وشاذة جدا، زي مثلا إنه أفتى بين جيرانه بإن اللي هيصلي الجمعة هيكون كافر. طب ليه يا عمنا؟ لأن صلاة الجمعة لا تجوز إلا خلف الإمام، ولازم الإمام يكون نبي وتكون في دولة إسلامية، لأن في رأيه مفيش على وجه الأرض أي دولة إسلامية صحيحة، وبالتالي في أي صلاة هي بطلة. ده غير فتواه إن الصلاة والصيام شيء مش ضروري أساسا، وإنك كمسلم هتدخل الجنة من أوسع أبوابها لمجرد بس إنك مؤمن بيه، ومش لازم صلاة وصيام خالص. والله قال كده. وحرم كمان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، لأنه قال للناس إزاي بيعتبروا النبي مدفون هناك وهو موجود في وسطهم في اسكندرية. وقسم شعيشع أتباعه لدرجتين، هم الملوك والصعاليك. الملوك دول هم اللي صدقوا دعوته من أول بدايتها سنة 60 تصديق مطلق، لدرجة إن هم بيعملوا أي حاجة بيأمرهم بيها صلاح، ودول مميزين عنده جدا ومبشرهم بالجنة، وماشيين بينشروا للناس إن هم شافوا النبي محمد متجسد في صلاح في الحلم. أما الصعاليك بقى فهم اللي أمنوا بالدعوة أو دخلوا أول الطريق، لكن لسه مش مؤمنين قوي بنبوة شعيشع، لسه بيسمعوا له ويفكروا يعني، ويوم ما هيقتنعوا تمام الاقتناع هيبقوا من الملوك. وفي بداية سنة 1980 اتشهر أكتر وزاد مريديه واهتمام الناس بيه، وخصوصا لما قابل زميله طبيب النساء أحمد. والغريب إنه حب زوجته الجميلة نشوى اللي كانت طبيبة أسنان، وأقنع صلاح الدكتور أحمد وزوجته إن هو يتنقل للعيش معاهم في شقتهم في سيدي جابر. ومن سيطرته عليهم بقت الدكتورة عشيقة ليه في وجود زوجها، وبقت شغالة على خدمته، وأطلق عليها أم المؤمنين. والشقة دي كانت ساحة الرحمن زي ما سماها هو، اللي بيقابل فيها أتباعه يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. والساحة دي كانت المكان المفضل لصلاح، واللي كان بيعمل فيه ندواته ولقاءاته مع حبايبه، وكان بيقول إن الرحمات بتنزل عليهم فيه من كل مكان. الساحة كانت عبارة عن غرفة واسعة بتتوسطها كنبة بيقعد عليها صلاح لابس جلابية بيضة، وقدامه بيقعد 3 أشخاص بين راجل وامرأة، بعضهم في الصفوف الأولى ودول هم الملوك، والبعض الآخر في صفوف خلفية قاعدين على الأرض ودول هم الصعاليك. وكانت صفوة الملوك هم اللي بيحضروا الاجتماع يوم الاثنين، وصلاح كان بيطلق عليهم أسيادي من باب التكريم والتعظيم. أما الصعاليك فبيحضروا اجتماع الخميس ومعهم الملوك. وأشاع بين مريديه تعليمات الجماعة تحت اسم تنزيلات، وأهمها تنزيلات نشوانة نسبة للدكتورة نشوى سعيد عشيقته، وقال إن تعليمها هي الأكثر صدق لأنها وصلت لدرجة عالية من الروحانية. وكان بيكتب التنزيلات دي على هوامش المصاحف ويمزج بين قراءتها وقراءة الآيات القرآنية. ومش دي أغرب حاجة، لأن عندك الطقوس الصلاحية اللي ابتدعها واللي كان فيها بيمارس أفعال منافية تماما للآداب مع رجالة وستات بحجة إنه بيباركهم أو يحل مشكلاتهم. كمان أكبر صلاح مريديه إن هم يلحقوا باسمه عليه السلام، وكان بيمضي على أي أوراق أو تدوينات بالحروف صاد عين سين أو صلاح عليه السلام، وكان بيجمع منهم إتوات بيصرف منها على ملذاته تحت اسم خدمة الجماعة. وأخيرا وبعد كتر الهرتلة اللي قالها ونفذها الراجل ده، تم القبض عليه هو وأتباعه سنة 1985 بعد بلاغ من بعض مريديه بأنه شخص مجنون.
وكانت قضيته من أشهر قضايا الثمانينات. وفي التحقيقات لما كانت النيابة بتلقي اسمه على المتهمين كانوا بيرددوا صلى الله على صلاح، وكانوا بيأكدوا قد إيه إنه نبي ومرسل، وإن هم بيعشقوه ومعلقين صوره في بيوتهم وتحتها اسم صلاح صلى الله عليه وسلم. ده حتى الدكتورة نشوى سعيد اللي المفروض إنها متعلمة وفاهمة قالت في اعترافاتها: الشيخ صلاح من أهل البيت، فالأحباب بيصلوا عليه، وده مش بيتنافى مع الحديث القائل لا نبي بعد محمد، لأن محدش كان بيقول إن الشيخ صلاح نبي، لكنه من أهل البيت ودرجته عالية جدا تصل لمرتبة النبوة. ده غير الاعترافات الغريبة اللي تثبت لك إن الراجل ده كان مسيطر على عقول مريديه بشكل مش طبيعي، وإنه كان عامل لهم غسيل مخ كامل، وأفكاره المسمومة كانت مسيطرة على عقول الطبقة المثقفة قبل الطبقة الفقيرة. وفي النهاية حكمت المحكمة على صلاح شعيشع بالحبس 5 سنين، وبعد نهايتهم خرج من السجن ومحدش سمع عنه أي أخبار أو شافه بعدها، وحتى ملوش أي صور معروفة تم نشرها. أما دلوقتي فدور المستمع معانا، ما تنسوش تسيبولنا في التعليقات رأيكم في الحلقة، وقولوا لنا كمان حابين تسمعوا إيه الحلقات الجاية. استنونا.